ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن 5 حاجات لازم يكونوا عند كلبك أول ما تجيبه. أولا، اللعب بتاعته. اللعب عامل مهم جدا في حياة كلبك، خاصة في مرحلة الجراوي. مش بس بتشغله لو انت مش فاضي تلعب معاه، ولكن كمان بتساعد انها تنظف سنانه وتقلل توتره لو سبته لوحده كتير. أنواع اللعب مهمة جدا، فلازم تتأكد إن اللعبة تكون أكبر من إن كلبك يقدر يبلعها، عشان الجراوي وهي صغيرة زي الأطفال بتبلع أي حاجة، وده ممكن يسبب مشاكل. في كلاب بتحب اللعب المطاطية، وكلاب بتحب اللعب اللي معمولة من قماش، وفي كلاب بتحب اللعب اللي بتعمل صوت. فأنت تقدر تقرر كلبك بيحب إيه وتجيبهوله. تاني حاجة، الطوق والسلسلة والسديري. دول لازم يكونوا معاك، لأنهم هيساعدوك جدا وأنت بتمشي كلبك، وهيساعدوك في التحكم فيه، وعشان ما يجريش منك. وتأكد إن السلسلة يكون عليها اسمه واسمك. تالت حاجة، لازم كلبك يكون عنده فرشة تسرح له، عشان تمنع طفيلات من نقل الجو، بالذات لو كان كلبك شعرته طويلة. وكمان يكون عنده شامبو مخصوص للكلاب. وعموما الكلاب مش محتاجة تستحمى كتير، يفضل ما تحميش كلبك خالص في الجو الساقع، وفي الصيف ممكن مرة أو مرتين في الشهر حسب الحاجة. رابع حاجة، التريتس أو البسكوت اللي هتدرب بيه كلبك. ممكن كمان تدرب كلبك بقطع أكل صغيرة أو قطع ضرائب صغيرة. لازم في الأول وأنت بتدربه يبقى فيه تريت عشان يسمع كلامك. في أنواع كلاب بيبقى تدريبها أفضل باللعب، فدي حاجة أنت هتكتشفها مع كلبك. خامس حاجة وآخر حاجة معانا النهاردة، ولكنها أهم حاجة، ده شيء أنت مش هتجيبه شخصيا، ولكن لازم تاخد كلبك للدكتور البيطري، ويكون منتظم على التطعيمات بتاعته بالمواعيد اللي الدكتور هيقولك عليها. ولكن الشيء اللي أنت هتكون مسؤول عنه هو دواء الحشرات. ده شيء مهم جدا، بالذات لو كلبك شعرته طويلة. أنواع دواء الحشرات كتيرة جدا، في منها برشام وفي منها دهان أو سبراي. من أفضل أنواع دواء الحشرات هي أنواع اللي بتقتل الديدان والطفيليات كمان، وبتتاخد مرة في الشهر. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.